السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لا تقولولي بسبوسة المحلات ولا بسبوسة الشوارع ولا اي بسبوسة حتى لو بتجيبوها من دمياط. في فيديو النهاردة يا بنات هنعمل اظبط طريقة للبسبوسة، هتكون احلى كتير فعلا من اي بسبوسة بتشتروها جاهزة من بره، دايبة كده ومرملة وطعمها بياخد العقل. لو اول مرة بقى بتشوفوني، انا اختكم رنا من مصر. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، اعملوا مشاركة كتير يا بنات للفيديو ده عشان يوصل عدد كبير من الناس. وما ننساش نصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. ويلا بقى نشوف البسبوسة الدايبة القمر دي عملناها ازاي. اول خطوة يا بنات هنعمل الشربات، هيكون عبارة عن كوباية وربع من السكر، هضيف عليهم كوباية ونص من المية وشريحتين من الليمون، وهرفع الشربات ده على النار من غير تقليب ومن غير اي حاجة، هرفعه على النار لمدة دقيقتين بس. شربات البسبوسة يا بنات بيكون خفيف وبارد. بعد دقيقتين يا بنات هنزل عليه كده، وده اختياري، بمعلقة سمنة بلدي بتدي طعم رهيب للبسبوسة، ولو مش موجودة عندك طبعا ممكن نستغنى عنها. هنركن بقى الشربات لحد ما يبرد تماما. الخطوة التانية هحتاج شربات تقيل، فهيكون عبارة عن نص كوباية من السكر، عليه ربع كوباية من المية، وشريحة ليمون واحدة. هرفع بقى الخليط ده على النار برضو بدون اي تقليب، يغلي كده لمدة 4 5 دقايق لحد ما ناخد كده قوام تقيل زي العسل بالظبط. ما تمشوش على فكرة بعيد عشان هو يعني بيكون جاهز بسرعة. عايزة الاقي قوامه كده زي العسل، ببدأ ان انا اطفي النار، وهو لما يبرد هيتقل اكتر. هاخد منه بس حوالي تلت كوباية، يعني هي نص كوباية سكر على ربع مية هيعمل لي تلت كوباية، ودي الكمية اللي انا عايزاها. شايفين اللون والشكل؟ عامل زي ما يكون عسل بالظبط. حبيت ان انا اوريك القوام، هو ده القوام المظبوط. هركن برضو العسل التقيل ده على جنب، ودي تاني خطوة. حبيت ان انا امشي معاكم خطوة خطوة عشان ما تتلخبطوش. هنا بقى يا بنات نزلت بحوالي 3 معالق كبار من جوز الهند الناعم، ومعلقة واحدة بس من اللبن البودرة اللي هو حليب البودرة. التركات دي على فكرة بتدي طعم رهيب للبسبوسة. على نار بقى، على نار هادية جدا، وهبدأ في التقليب المستمر لمدة دقيقة أو دقيقة ونص. قبل جوز الهند مع الحليب البودرة ما ياخد لون، هنزل الطاسة من على النار علشان حرارة الطاسة هتخليه ياخد لون أغمق. يعني ما تخلوش ياخد لون ذهبي وهو على النار، نزلوه قلبوه كده لمدة ثواني هتلاقوه غمق من حرارة الطاسة. أو لو أخد لون منكم ذهبي وهو على النار يبقى فضوه في طبق على طول. فضيته بقى في طبق بعد ما أخد اللون الذهبي الحلو ده. ونروح على الخطوة اللي بعد كده. في نفس الطاسة هنزل بكوباية الا ربع من الحليب، عليها كوباية واحدة بس من السكر، عليها نقطتين فانيليا سايلة، او ممكن يعني رشة كده من الفانيليا البودر المتاح عندكم. ده الشربات التقيل يا بنات، يعني تلت كوباية من الشربات التقيل اللي احنا طبعا لسه مجهزينه مع بعض. هديهم تقليبة وهرفع الخليط ده على النار يا بنات. وطبعا واقلب على نار هاديه جدا، انا مش عايزه الخليط ده يغلي، انا عايزه بس السكر والشربات يدوب مع الحليب، وهنزل الخليط ده من على النار، يعني مش هيغلي ولا حاجه، انا عايزاه يكون دافي بس. يعني هيفضل على النار لمده دقيقه مش اكتر. السكر داب طبعا، الخليط ما غليش نهائي، يا دوب دافي كده، يبقى كده تمام. اخر حاجه بقى سميد البسبوسه، انا جبت اللي هو السميد الخشن، 3 اكواب من السميد اللي هو بالكوب المعياري او بالكوبايه العاديه اللي هو المج المتوسط بتاع الشاي. هنزل بقى يا بنات عليه ده جوز الهند مع اللبن البودرة او الحليب البودرة، وهديهم تقليبة. بعد كده هنزل بكوباية الا ربع من السمنة الدايبة. بما انها بسبوسة يبقى لازم كده ان انا ابسها. نغلف كل حبات السميد كده بالسمنة، والسمنة كانت كوباية الا ربع. الخطوات دي على فكرة انا جبتها لكم بالترتيب يا بنات، مرضتش ان انا اجيب المكونات كلها على بعضها عشان ما تتلخبطوش، يعني جبت كل خطوة كده مع يعني ايه بالترتيب. بسيت كده البسبوسة مع السمنة. هنزل بقى بالخليط السائل اللي احنا دفناه على النار، او اللي احنا دوبنا في السكر، اللي هو كان عبارة عن الحليب مع الفانيليا مع السكر مع الشربات التقيل اللي احنا دوبناهم على النار. هنزل بيهم برضو كده.
مش هعجن كتير ولا حاجة، انا عايزة بس المكونات تدخل مع بعضها ويبقى كده خلاص تمام. ما تحاولوش ان انتوا تقلبوا فيها كتير عشان البسبوسة ما تنشفش منكم، يا دوب المكونات تتجانس مع بعضها هنوقف على طول. هجيب بقى صينية مقاس 30 وهدهنها دهنة محترمة كده من السمنة. السمنة الدايب دي كانت شوية سمنة دايبين اتبقوا مني من السمنة اللي انا كنت مدوباها عشان اعمل بيها البسبوسة، وهبدأ ان انا ادهن الجدران كده والصينية كلها. طبعا لو كانت صينية بسبوسة كان هيكون افضل، بس انا بصراحة مش موجود عندي في الوقت ده يا بنات. انا بشغل الفرن يسخن كويس قوي، وبدخل الصينية يا بنات الشبكة بتاعة الفرن بخليها في المستوى الأعلى من النص، يعني عارفين نص الفرن لا بخليها في المستوى الأعلى منه. وبدخل الصينية بكون مشغلة من تحت على نار هادية وطافية من فوق. أول ما ألاقي الجوانب أخدت لون ذهبي بنزل بقى الشبكة قريب من قاع الفرن، مش بتلامس قاع الفرن لا، في المستوى الأقرب لقاع الفرن. واشغل الشواية تاخد اللون الذهبي القمر اللي انتوا شايفينه ده. لون البسبوسة بيكون غامق مش فاتح. البسبوسة الناجحة الصح هتقبل منه كل كمية الشربات. انا سقيتها الشربات يعني اكتر من نص، وبعد كده زودت النص اللي فاضل او الشوية اللي اتبقوا وشربت كل الشربات. وكان ده الشكل اللي انتوا شايفينه يا بنات. لونها ذهبي كده من بره ومرمله ودايبه، وطعمها بصوا يعني فعلا احلى كتير من اي بسبوسه ممكن تشتروها جاهزه من بره. اهم حاجه ان احنا ما نعليش النار عليها في البدايه، يكون على المستوى العالي لفوق من يم الشوايه، والشوايه طبعا مطفيه. اول ما تاخد لون حلو كده من الجوانب بنزلها المستوى الاقرب لقاع الفرن، واشغل الشوايه عشان تاخد لون ذهبي وتكون مستويه كده من جوه، وتاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. اتبعوا بس الخطوات اللي انا عملتها، يمكن هي اكتر من خطوة بس كلها خطوات سهلة يعني وبسيطة، واي ست بيت او اي بنوتة تقدر ان هي تعملها. وانا متأكدة ان دي هتكون احلى بسبوسة انتوا جربتوها قبل كده. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، وتقولوا لي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد، ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اتمنى السعادة والخير للجميع، والسلام عليكم.